تخيل انك تصحى في يوم ناسي اسم ابنك، او بتنده على مامتك او باباك اللي توفوا من سنين، تبص لنفسك في المراية وتسأل مين ده ومين الناس اللي حواليا دي، انا بعمل ايه هنا؟ دي تقريبا الحقيقه اللي بيعيشها مريض الزهايمر كل يوم. بس السؤال، هل الزهايمر مجرد نسيان ولا في حرب حقيقيه بتحصل جوه الدماغ؟ تعال نبص المعلومه. الزهايمر هو مرض انتكاسي بيأثر على الخلايا بتاعه المخ ويخليها تموت واحده ورا التانيه بالتدريج، ومع الوقت الانسان بيبدا يفقد الذاكره والتركيز، ما بيقدرش ياخد قرار وصولا للحركه والكلام اللي ممكن يقفوا عنده. بس السؤال هنا، هل الزهايمر طبيعي مع التقدم في العمر؟ لا، النسيان البسيط مع الكبر في العمر شيء طبيعي، لكن الزهايمر مرض مستقل لوحده ملوش علاقه بالشيخوخه. مش دايما هتلاقي اي حد كبير في السن عنده زهايمر. بس ايه اللي بيحصل جوه دماغ الشخص اللي عنده زهايمر؟ بيحصل حاجتين. اول حاجه، في بروتين اسمه بيتا املويد بيبدا ان هو يتراكم على المخ ويتجمع على الخلايا العصبيه بتاعه المخ ويمنع ان هي تتواصل مع بعضها زي العازل بالظبط، وده اللي بيخلي اشارات المخ تتلخبط. ومع تشتت الخلايا العصبيه دي بتحصل الحاجه الثانيه، بروتين اسمه التاو المسؤول عن دعم الخلايا العصبيه. في الزهايمر البروتين ده بيبدا ان هو يضعف ويموت، وبتموت معاه الخلايا العصبيه بالتدريج، وبموت الخلايا العصبيه دي بالتدريج بتموت الاجزاء المسؤوله عن الذاكره والتركيز واتخاذ القرار.